صباح الخير والبركة. الكبسولة بتاعتنا النهاردة عن الإيمان وإزاي إنه بيخرجنا من كل حالة شك إحنا بنعدي فيها. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يوحنا 20:25-29. بعد قيامة الرب يسوع وظهوره لمريم المجدلية وظهوره للتلاميذ، والأخبار انتشرت إن السيد قام من الأموات، لكن توما واحد من التلاميذ 12 ما كانش موجود معاهم لما الرب ظهر ليهم. ربما كان مختفي لأنه حزين لموت السيد، وربما كان في مكان تاني محدش عارفه، لكن ما كانش موجود مع اخواته لما ظهر ليهم الرب يسوع في أول مرة. ولكن لما قابل مع اخواته مرة تانية خلال الأسبوع ده، قالوا له إنهم شافوا الرب. راح قال لهم: لو ما حطيتش صباعي في أثر المسامير وحطيت إيدي في أثر الحربة مش هصدق. غريب قوي يا توما، ليه انت عملت كده؟ لكن الرب لأنه بيحب توما جدا وهو عايز توما يكون رسول يشهد عن القيامة في كل مكان، فكان لازم إنه يصدق ويآمن عشان يقدر يكرز. فظهر له الرب يسوع تاني في العلية لما كان مع اخواته والأبواب مقفلة برضه. ظهر ليهم الرب وقال لهم: سلام لكم. وراح لتوما وقال له: هات صباعك وحطه في أثر المسامير، وهات إيدك كمان وحطها في أثر الحربة، ومن دلوقتي خليك مؤمن وواثق في قيامتي. فتوما أول ما شاف كده صرخ: ربي وإلهي. فعاتب الرب وقال له: لأنك شفتني يا توما آمنت. يا بخت اللي آمن وهو ما شافش حاجة. ومن الوقت ده توما كمان بقى يكرز بقيامة الرب يسوع وهو واثق جدا. وتوما هو أول شخص كرز بالمسيح في الهند. السؤال لينا دلوقتي: ليه الروح القدس كتب لينا الموقف ده في الكتاب المقدس؟ أولاً عشان يعلمنا إننا محتاجين نؤمن ونصدق بكلام الله، لأن قبل الصليب الرب قال للتلاميذ إنه هيقوم. وكمان نصدق في كلام إخواتنا لما يكون كلامهم متوافق مع كلمة الله. وكمان ما نسيبش اجتماعنا مع إخواتنا، لأن فيه الرب بيدينا حاجات حلوة جدا، لأن شركة المؤمنين بتبني وبتشجع كتير. وأهم حاجة الروح القدس عايز يعلمها لنا إن عشان أخدم الله لازم أكون أنا مؤمن وواثق في الكرازة اللي بوصلها. يعني أنا أكون اختبرت وعرفت بيقين إن الرب يسوع مات على الصليب وقام في اليوم الثالث علشاني، والدليل على كده هو تغيير حياتي. أكرز عن الرب وأنا مش متأكد من إيماني وواثق فيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإن كنت بكرز عن موت الرب وقيامته، فهل أنا مصدق إنه المسيح مات من أجلي أنا شخصياً؟ هل مات من أجلي على الصليب علشان ياخد عقاب خطيتي؟ وهل أنا مت معاه بالإيمان؟ وهل أنا مصدق إن لما قام من الموت قومني معاه بالإيمان واداني حياة الانتصار على إبليس وحروبه؟ لو أنا مؤمن حقيقي بكده هقدر أتكلم عنه بكل ثقة، لأني شايف ده في حياتي كل يوم. لكن لو أنا مش مختبر كده ومش مصدق في كده، فكرستي هتكون ملاش أي قيمة أو أي نفع لأي حد. السؤال ليا والكل خادم: هل أنت فعلا مت مع المسيح بالإيمان؟ يعني هل في يوم وقفت وقفة صادقة كده مع نفسك وحسيت إن قد إيه أنت خاطي ومحتاج لخلاص الرب يسوع؟
وقمت وقدمت توبة حقيقية عن كل شيء عدى في حياتك، وطلبت من الرب إنه يخلصك بدمه من الخطية، وقررت إنك تعيش مع الرب حياة جديدة، وحياتك اتحولت بنعمة المسيح من الخطية إلى القداسة اللي في المسيح. هل قمت منتصر مع الرب بالإيمان وحياتك كل يوم منتصرة على الشيطان ولا لأ؟ لو أنت كخادم ما اختبرتش ده، اطلب من الرب إنك تختبر وتعيش كده. قبل ما تقدم الرسالة للناس لازم تكون أنت نفسك مؤمن حقيقي علشان خدمتك يكون ليها الثمر الواضح. وزي ما قال الرب لتوما: لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، القرار قرارك. آمين.